في هذا الكيك غادي نحتاجو 2 بيضات مع كاس ديال السكر مع قشور حامضه كامله اولا ليمونه. صافي وغادي نخلطوا الكل حتى كيبيض لينا الخليط. صافي بعد ما طلع الخليط ديالنا وبيض شويه غنبقاو نضيفوا الزيت شويه بشويه ولا سبقوا الحليب من الاحسن. صافي ومن بعد كنضيفوا الحليب كذلك تدريجيا. وغنضيفوا هنايا 3 المعالق كبار ديال عصير الليمون، هذيك نيت اللي حيدنا ليها القشور فغنعصروها هكايا وغادي ناخذوا 3 المعالق كبار. غنخلطوا الكل. بطبيعه الحال هذه الطريقه ممكن انكم ديروها بالخلاط الكهربائي. هنايا قبل الدقيق راه خصكم تضيفوا معلقه صغيره ديال الفانيلا وقبصه ديال الملح. هنايا غادي نضيف معكم 2 كيسان ديال الدقيق مع نص كاس ديال الدقيق، يعني 2 كيسان ونص ديال الدقيق مع 2 خمارات اولا 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الحلويات. صافي غنغربلو الكل وغادي نخلطوا الكل بهذه الطريقه حتى كنتحصلوا على هذا القوام اللي كيبان لكم. صافي هذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه. صافي وهنا غندهنوا المول ديالنا بالزبده، ممكن انكم ترشوه بالدقيق. صافي وغندخلوا الخليط ديالنا للفران.